في مطاعم كتير بتبقى زحمة ومليانة وآخر الشهر بتطلع خسرانة. ناس كتيرة بتفتكر إن المشكلة في المبيعات، لكن المشكلة مش في المبيعات، المشكلة في التكاليف. والنهاردة جاي أقولك على أهم 5 أخطاء لو موجودين في مطعمك يبقى المطعم ده بيخسر حتى لو كان المكان بيبيع كويس وزحمة ومليان على الآخر. أول غلطة ممكن تعملها وهي زي ما بنقولها الوزن بالعين. يعني إيه الوزن بالعين؟ يعني الوزن بكف الإيد، بقبضة الإيد، بالشريحة، بالمعلقة، بالكوباية. انت ما بتوزنش بميزان، انت بتوزن بايدك، بنظرك، بتقول الشويه دول يعملوا كذا، فمفيش جرامات واضحه ومفيش ريسبي واضح. وخليك عارف ان الجرام بيفرق. شوف كام جرام هيتباع منه قد ايه طول الشهر، هيجمع معاك قد ايه، ففي الاخر ممكن يدي لخساره. دي غلطه. زمان كان بيقول لك ايه مقوله شهيره: العلم في الراس مش في الكراس. لكن في الريسبي العلم لازم يبقى في الكراس مش في الراس، ما يبقاش في دماغ الشيف. لان الشيف اللي عندك ده لو غاب، لو تعب، لو مشي، الصنف بيتغير، تكلفته بتتغير، هيحصل في الاخر خساره. فلازم اي ريسبي يبقى مكتوب ومسجل، لان كل الناس تمشي عليه. اللي شغال شيفت الصبح زي شيفت بالليل، الفرع ده زي الفرع ده زي الفرع ده، كله ماشي ستاندر بنفس الريسبي. تبقى ماشي بسيمترية واحدة وبإجرامات واحدة وبوزن واحد وبشكل واحد. فالرسبي في الكراس مش في الراس. خطأ عندك وده مهم جدا واهم الاخطاء ان انت ما بتعملش حساب الفائد، ما بتعملش حساب التشفية، ما بتعملش حساب المية، ما بتعملش حساب التنظيف، ما بتعملش حساب الخسسان بتاع الخامة، ما بتعملش حساب التسوية. كل الجرامات دي اللي انت بتفقدها، طالما انت ما بتحسبهاش يبقى طول عمرك هتسعر غلط وهتحسبها غلط وتكلفتك هتبقى غلط وهتخسر وانت مش عارف ايه بالظبط سبب الخسارة. فمن اهم العوامل اللي تاخد بالك منها هي الفقد. الخامة بتاعتك دي بتفقد منك قد ايه. رابع خطأ ان انت ممكن تشتري بوحدة وتدخلها في الريسبي بوحدة تانية. تشتري بالعلبة وتدخلها في الريسبي بالجرام من غير ما تحسب سعر الجرام صح. تشتري علبة صلصة 450 جرام ب 30 جنيه وندخلها في الريسبي بالجرام ان سعر الجرام 30 جنيه من غير ما تعرف سعر الجرام او سعر الكيلو كام. فلازم تحول الوحدات عندك زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده لجرامات او لكيلو او لعدد. خامس غلطة ممكن تعملها ودي ممكن محدش كتير بياخد باله منها، ان انت بتسعر بناء على سعر المنافس. المنافس بتاعي هو بيبيع بكام فانا بيع زيه. طب انت عارف تكلفته كام؟ عارف هو بيستخدم نفس المادة الخام بتاعتك ولا بيجيب نوع تاني؟ هو جراماته زي جراماتك؟ هو سياسة المشتريات بتاعته زي ما انت ما بتشتري؟ مش يمكن يكون هو عنده مخزن اكبر، بيشتري بكميات اكبر فبياخد نسبة خصم حلوة؟ فالحاجة اللي انت بتشتريها ب 20 جنيه ممكن هو يشتريها ب 15 جنيه عشان هو بيشتري بكمية اكبر. مش يمكن يكون بيخسر فلوس، ممكن يكون بيخسر وانت ما تعرفش. سعر بناء على تكلفتك، ما تسعرش بناء على اسعار الاخرين. سعر بناء على تكلفتك. وفي النهاية لازم نعرف ان كل جرام ليه تمن، وكل هدر وكل فائد ليه تمن، وكل ريسبي مش مكتوب ليه تمن. اعمل الريسبي بتاعك، اعمل تكلفتك صح، سعر بناء على تكلفتك، اوزن كل حاجة، كل حاجة بالجرام. الجرام بيفرق لان الجرام ده في اخر الشهر لما بيجمع ممكن يخسرك فلوس كتير. ممكن يبقى مكانك شغال وزحمة وانت بتبيع كويس وفي نفس الوقت انت بتخسر عشان انت من الاول ما حسبتهاش صح، وما ظبطتش تكلفتك صح. ان شاء الله في الفيديوهات الجاية هندي امثلة عملية وممكن نفكك ال5 خطوات او 5 اخطاء اللي احنا قلناهم دول، نشرحهم بالتفصيل بتجارب عملية وبرسبيهات وازاي نعمل رسبيهات. كل الفيديوهات في الفترة اللي فاتت يعني دي مقدمة ان احنا بنفهم مع بعض يعني ايه تكاليف بطريقة بسيطة وبطريقة سهلة، وشوية كبسولات كده بننبه بيها الناس لحد ما ان شاء الله ما نخش عليكم بالشيتات وبشيتات اكسل هتبقى موضحة ومفسرة
لكل حاجة احنا بنتكلم فيها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو انت صاحب مطعم، لو ناوي تفتح مطعم، لو حابب المجال، يا ريت تدعمنا باشتراك عشان تستفاد معانا ان شاء الله بالفيديوهات القادمة. ونشوفكم في الفيديو القادم. الى اللقاء.